بصوا بقى يا حبايبي، طبعا الاقفاص هجيبها لكم من على بعيد اهي. انا حاطه اكياس فيها اهي. ما قطوش عندي، قمت انا زارعه فيه. طبعا الفجل والجرجير طلع اهو. الفجل والجرجير طلع اهو، وانت عارفه ده اهو. ده ده بدأ يطلع اهو شبت اهو. دي الشبت بدأ يطلع اهو. ودي طبعا جرجير، والشبت برضو بدأ يطلع اهو. اهو. وده فجل، دي شجر فجل، وبدأ الجرجير يطلع اهو. وبرضو فجل اهوت وجرجير طلع، والكزبرة بدأت تطلع معاه. بسم الله ما شاء الله. وده برضو فجل اهو. وده حبيت فول، كنت زارعة معاه فول بدأ يطلع اهو. فول اخضر اهو، وزرعاه في السبت وزي الفل اهو. بسم الله ما شاء الله. انا حبيت بس ايه اوريلكم. وفي ازازة تانية، ازازة مية عاملاها قطشاها اهي. الشجرة ده اهي، دي حبة البركة. دي اللي طالعة ده اهي حبة البركة، هي طالعة فيها اهي. طلعت البركة، حبة البركة فيه، وطلع فيها واحدة الجرجيرة والشبت والكزبرة بدأ يطلع فيها اهو. لأن الشبت والكزبرة والكرفس بيقعد أسبوعين أو 3 على ما بيطلع معاكي. ودي طبعا ايه زعتر اهو. وده الورد البنفسجي اهو. بسم الله ما شاء الله. انا حبيت اوريلكم بس ايه عشان تعملوا زيي. لو عندك جيركن زي ده اقطشيه، اقطعيه زي ما انا قطعاه كيرات وازرعي فيه. دي بدأ يطلع فيه شبت وكزبرة اهوت. بسم الله ما شاء الله. بدأ يطلع فيه، يعني الكاميرا تلتقى مش جايباه، بس بدأ يطلع فيه. وفي الازازة بتاع المية ده اهي برضو بدأ يطلع فيها. شفتي؟ وهنا برضو بسم الله ما شاء الله اكتر الحاجات طلعت اهي. الشبت كله طلع اهو، انا شايفاه. ودي طبعا ايه شجرة صبار. الفرخان اللي كانوا عندي كلوهم. تعالوا بقى نعلف الحمام ما ايه مع بعض. طبعا السلاكة دي كانت بتاع انارب. كان ابن محمد ابني مربي انارب، وده حطينا علامة شمعية عشان الدنيا بتبقى برد بالليل. محمد ابني كان مربي فيها انارب. فبعدين ايه بابا خده منهم وعمل لكل عين جوز حمام. دي طبعا حمام اهو هزاز. وطبعا العلب بتاعهم اهو داش. ودي السقية بتاعتهم المية. واللي جنبهم برضو جوز هزاز اهو. اهو. هو بسم الله ما شاء الله مشكل كل اتنين ايه مع بعض. وده جوز هزاز، واحدة صفرة واحدة محمرية ايه اهي، وواحدة تانية بيضة هزازة، لان هم ما بيربش الانواع الغالية. وده جوز ايه حلبي مراسلي يعني اهو، لان تبع العين والبق اهو. طبعا دولت انا هحط لهم دلوقتي، هو العلف قدامهم من امبارح اهو. طبعا عايزين ميه، والسقايات بتاعتهم تتغسل وتغير لهم الميه. انا صورت لكم ايه حاجه واحده النهارده. واوريكم برضو الصندوق التاني، وبكره بقى ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني على الحمام التاني، الانواع التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حمام هندي اهو، له شروال وهزاز، وله قصه من فوق زي الحلبة كده. دي الحمام الهندي الاصلي بقى اهو. له شروال اهو، يعني واخد زي الحمام اللي هو بيقولوا عليه الشقلباز. رجليه زي الشقلباز، ودماغه عامل زي الحلبي، وديله هو ديله هزاز اهو. وطبعا المدام بتاعته راقده. استنوا انا اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بيضه اهي 2، وهي طلعت من الصندوق. دي الصندوق بتاع الاناري، وهي طلعت بره اهي. طلعت بره، رجعت تاني دخلت على ولادها. الذكر هو اللي دخل على ولادها. انا طبعا مش هصور كل الحمام النهارده، انا هصور لكم بس إيه 2. وده برضو ها اللي جنب الحمام الهندي، ده حمام برضو هزاز اهو، وله شروال اهو. وبرضو الحاجه راقده اهي مع هزازه بيضه اهي، وراقده على البيض بتاعها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله.
ودول جوز هزازات اهم مطلعين جوز. شفتوا ولادهم اهم. استنى انا عين الصندوق اهم. ولادهم اهم. في واحده في الخزنه ده اللي هي الصاج ده، وواحده طالعه مع مامتها جعانه اهي. وده برضو جنبه جوز برضو ابيض، واحده في قلب الصندوق راقده، واحده جنبها. وطبعا دولت ما قدامهمش ميه همت ولا اكل، انا هعلفهم الوقت عشان الحاج مش هنا. فما يكون الحاج مش هنا انا اعلف، هو هنا انا ماليش دعوه بهم اهم. ودي بقى انا احب اعرفكم اوريلكم بقى ايه دي بتاع الانابيب اللي هم كانوا بيولدوا فيهم الصناديق دي بتاع الانابيب، هو عاملهم للحمام اهو ما شاء الله. طبعا هنغطي دي ونقفل بقى عشان ايه ما يطروش، لازم تحط ده كده اهو عشان ما يطروش. هعلب بقى الحمام وارجع لكم تاني، وما الخص يكبر هعمل لكم فيديو تاني. والسوق الجاي ان شاء الله ان شاء الله من سوق الأطرش هنجيب تقوي خص وشتل خص وشتل كرنب او كرنبيط، ونزرعه برضو في ازايز في ازايز ميه كبيره، او في جردل عندك ازرعي فيه كل شتلايه في جردل عشان يطلع حلو معاكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. وان شاء الله بكره او انا لما اجيب الخس بقى بعد ما الخس بقى بعد ما ازرعه هو هعمل لك فيديو تاني مع الحمام التاني. انا حبيت اوريكم بس ايه حاجه بسيطه كده. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. انا دولت الفرختين بتوعي، انا كان عندي السطح مليان بط وفراخ وكل حاجه، وكنت بربي وما كنتش بمنع عن نفسي عن اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. اللي واخدين بالهم مني السطح اتكنس من اول للاخر. انا شاريه الفرختين دول وفرخه تانية حمرا ده بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. اما الحمام الباقي ده هو اللي في اللوافات ده هعمل لكم فيديو عليه، واللي في السرندات هعمل لكم فيديو عليه تاني، وفي تاني ورا هنا هعمل لكم فيديو عليه تاني اهو.